اسمع كلام الراجل ده وركز فيه كويس. عملت 2.5% 75,000 خدها من عندي. بتوع ايه بقى؟ بتوع السمسرة يا عم، اسأل أي حد. سمسار فين؟ انت أجيب بواب لك ولا سيادتك. انت مش بواب؟ لا يا عم أنا مش بواب، أنا بقى سمسار. أنا بواب عمالة ب 2000 جنيه. هو ده اللي يرضي ربنا يعني؟ هو ده اللي يرضي ربنا؟ انا مش هتكلم، انا مش هتكلم، انا هتفرحي بيها وهعمل فيك واعمل فيك. انا عايز اسأل أي حد. خلاص ماشي. ايوه انت بتهددها يعني؟ ما هتدخل. ولا مش هتروح واخطفك؟ كلنا عارفين ان الراجل ده بقى ترند بعد مقطع الفيديو المتداول، ولكن السؤال ليه وزارة الاستثمار هي اللي لحقته مش وزارة الداخلية او وزارة المالية؟ وليه الدولة لغت مهنة السمسارة واستبدلتها بمهنة وسيط عقاري او مسوق عقاري؟ وما هي العقوبة الواقعة عليك لو مارست مهنة السمسارة بدون ترخيص او مزاولة نشاط؟ وزارة الاستثمار لحقته لان مهنة الوسيط العقاري بتتطلب استخراج ترخيص من وزارتين، وزارة المالية ووزارة الاستثمار، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. مصر لغت مهنة السمسرة العقارية واستبدلتها بمهنة وسيط عقاري لأن مصر من الدول اللي بتروج للسياحة العقارية وبتصدر العقار وبتنشئ مدن جيل رابع وجيل خامس، فمش من المنطق إن مستثمر جاي أو ساعة عندك جاي يتعامل مع واحد ممكن يكون نصاب أو ممكن يكون أمي، يطفش المستثمر ده، يخلي المستثمر ياخد شنطة هدومه وفلوسه وما يستثمرش في مصر. العقوبة الواقعة عليك لو مارست مهنة السمسرة العقارية بدون ترخيص أو مزاولة نشاط هي 2 حبس وغرامة 1,000,000 جنيه. ولكن من وجهة نظرك هل التصرف اللي عمله الراجل ده صح ولا غلط؟ وهل أنت مع إلغاء مهنة السمسرة ومع القوانين اللي أصدرتها الدولة ولا ضد؟ يا ريت تقول لنا رأيك في التعليقات.